النهارده هقولك اللي انت محتاج تعمله بالظبط علشان تعالج دماغك اللي بقت مشتتة وفاقدة التركيز من كتر الإشارات والإثارة والمعلومات. بص بقى، أنا عايزك تجيب كوباية القهوة بتاعتك وتقعد تسمع الفيديو ده بتركيز شديد. شوف، الفكرة كلها بتتلخص في حاجة واحدة بس، وهي ان دماغك بتتأقلم وتتشكل على حسب البيئة اللي انت بتحطها فيها. لو البيئة اللي حواليك سريعة وزيطة ودوشة وبتديك إشارات ومكافآت فورية طول الوقت زي اللايكات والإشعارات، دماغك هتتعود على كده وهتفضل تطلب وتستنى نفس مستوى الإثارة ده طول ال 24 ساعة. وعلشان كده أول ما تقعد على مكتبك وتسيب الموبايل عشان تشتغل، دماغك بيبدأ يتمرد على الوضع اللي انت حطيته فيه ويحس بملل. وعشان كده أنا جاي أقولك الروشتة الحقيقية واللي جابت معايا شخصيا نتيجة بدون كلام فارغ بدون داعي. وانا عارف انك اكيد دلوقتي قاعد بتقول لنفسك وبتقول لي يا عم انا جربت كل حاجة، جربت صيام الدوبامين، استخدمت تطبيقات تنظيم الوقت، وحتى دش المية الساقعة الصبح جربته وما عملش معايا اي حاجة. وصدقني انا فاهمك كويس جدا، لان انا كمان جاي من نفس الحتة. انا جربت كل ده، والسنة اللي فاتت بالذات انا كنت وصلت لمرحلة صعبة قوي، يعني ما كنتش بقدر اركز في اي حاجة اكتر من 20 دقيقة على بعض من غير ما افتح الموبايل او انقل من مهمة لمهمة تانية ومن تاسك لتاسك تاني. كنت ابدأ اشتغل بكل حماس، كنت ابدأ اذاكر مثلا او اقرأ، بعد 10 دقايق بالظبط بلاقي نفسي فجأة وبدون اي مقدمات فاتح يوتيوب بتفرج على فيديو مدته نص ساعة عن موضوع انا اصلا مش فارق معايا. الخطوة الأولى هي إني سيطرت على وقت الصباح بتاعي. أول 30 دقيقة في اليوم مفيش فيها موبايل نهائيا، مفيش سكرولينج في السوشيال ميديا، مفيش إني أبص على الرسائل والإشعارات. مجرد إني بصحى أشرب مية، أقف في الشمس، أصلي الصبح، وأقعد في هدوء تام لمدة نص ساعة أو ساعة كاملة. في الأول الموضوع كان بايخ ومش مريح ابدا، ودماغي كانت دايما بتحس بملل وتوتر وقلق مش طبيعي. بس اكتشفت ان ده بالظبط عرض الانسحاب اللي بيحصل لما تمنع نفسك عن المخدرات او المشتتات. الخطوة التانية اللي انا عملتها وفرقت معايا جدا هي اني رجعت الملل حاجة طبيعية ومطلوبة تاني. بطلت احاول املأ اي فراغ في يومي بمحتوى بدون داعي. بقيت وانا ماشي في الشارع مفيش بودكاست في ودني، وانا باكل مفيش فيديوهات شغالة قدامي، وانا سايق العربية مفيش دوشة او مزيكا. سبت دماغي تعيش كده في الهدوء الطبيعي من غير ما ادخل لها اي دوشة او معلومات جديدة او محفزات. في اللحظات دي بالذات مستوى الدوبامين الطبيعي في دماغك بيبدأ يعمل ريستارت ويرجع لطبيعته البكر. الخطوة الثالثة هي اني عملت نظام المهمة الواحدة. طيب ايه هو نظام المهمة الواحدة ده؟ ببساطة صفحة واحدة مفتوحة على الكمبيوتر، مهمة واحدة بس شغال عليها لمدة 45 دقيقة او ساعة متواصلة. طبعا انت تقدر تختار وتتحكم في الوقت اللي يناسبك والتاسكات اللي تناسبك وتوزيعها، ولكن القاعدة الذهبية اللي بقولها لك هنا هي انك ممنوع تنتقل بين المهام تحت اي ظرف، حتى لو حسيت ان رتم الشغل بطيء والوقت مش بيمشي. عارف، خلال أسابيع قليلة جدا طريقة تركيزي اتغيرت بشكل مرعب. بقى تركيزي أعمق، أهدى، ومش شرط أكون حمار شغل أو بشتغل وبفرق وبحط نفسي في قائمة مهام طويلة محتاج أخلصها في أسرع وقت. لا، بقيت مستقر وذهني حاضر أكتر. الحل يا صديقي مش إنك تضغط على نفسك وانضباطك أكتر، ولا إنك تدور على أبليكيشن جديد يحللك المشكلة، ولا إنك تدور على حد يديك كلام تحفيزي يخليك تعمل اللي وراك وقتها وخلاص. الحل ببساطة في كلمة واحدة: التقليل. مدخلات أقل، تنقل بين المهام بشكل أقل، دوشة أقل، واستمر على ده لفترة كافية. دماغك بعد فترة مناسبة هتبدأ تطلع نفسها من حالة الاستنفار وانتظار الجرعة الجاية من الدوبامين، وتبدأ تركز وتهدى وتستمتع بالحاجة اللي قدامها ومعاها دلوقتي فعلا. يمكن الطريقة أو ال3 خطوات دول شكلهم مش كول، مش روش، مش مثير ومحفز، ولا سريعة زي الحاجات اللي انت متعود عليها، ولا هتجيب ملايين المشاهدات على تيك توك أو على يوتيوب أو أيا يكن، ولكن الحقيقة الوحيدة إنها بتشتغل بجد وبتخليك ترتقي في مستواك الذهني والعقلي. عايزك تجرب
ال3 خطوات دول لفترة كافية وتشوف تأثيرهم على إنتاجيتك، تركيزك، هدوءك واستقرارك الذهني، وصدقني عمرك ما هتندم، لأن أنا كنت في نفس مكانك بعاني من نفس المشكلة، جربت نفس الخطوات دي وأدت للنتائج اللي أنا بوعدك بيها. لو شايف ان الفيديو ده ممكن يكون كان مفيد ليك، ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع حد محتاجه فعلا. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.